عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم جديد ملي كنتي صغير. وكيف ما عودناكم ديما كيحضروا معنا ضيوف تألقوا في الميدان ديالهم وصبحوا نجوم، فكنرجعوا معاهم للطفوله ديالهم، كنتقربوا من الاجواء اللي كبروا فيها وتربوا فيها، وكنعرفوا بعض الاسرار على الحياه ديالهم وهما صغار. هادشي كامل برنامج ملي كنتي صغير. فكنرحب بكم وكنطلب منكم انكم ترحبوا بالنجم الوسيم اللي حاضر معنا اليوم، الفنان المتألق. غادي نطلب منكم انكم ترحبوا معاي الفنان الشاب سيمو. ما كاينش غير انتي في هذا الدنيا، لا ذكريات في قلبي ليها كل يوم نتوحشها. تحية الناس المغرب من طنجة القويرة، وديما ناس المغرب تبارك الله عليكم. شكرا شاب سيمو الله. مرحبا. تحياتي. نهار كبير هذا. الله يبارك فيك، صافي مرحبا بليزير نحضر معكم اكزاكتومون في مدينة فاس، والحوار الشيق ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم. احنا فرحانين انك حاضر معنا اليوم ونورتي مدينه فاس. الله يبارك فيك، انا جد فرحان نحضر معكم. فهاد السؤال كنسولوه لكاع الفنانين وكاع الضيوف ديالنا اللي حضروا معنا هنايا واللي مازالين غادي يحضروا. منين سمعتي سميه البرنامج ملي كنتي صغير؟ اول حاجه جاتك للبال ديالك شنو هي الشاب سيمو؟ ملي كنت صغير يعني داكشي اللي دوزنا ملي كنا صغار، داك البساله وداك الظرافه فوالا صافي بليزير. يعني برنامج بحال هكذا اغلبيه ديال لي زانترفيو اللي كنديرو ديما شنو الجديد شنو هذا كونسيبت جديد وزوين فوالا. فمستعد اننا نتقاسموا الحياه الطفوليه ديالك مع الجمهور ديالك. انا معكم. شكرا الله. فالبرنامج فيه 4 ديال الفقرات، وكندوزو الفقرات بشكل ماشي مرتب، فكتختار كارطه من الكارطات واللي هي كيكون فيها الفقره اللي غادي نبداو بها. الكارطه الرابعه كنخليوها هي الاخيره اللي كيبقى لك الحريه واش تقلبها ولا ما تقلبهاش. فعندك 3 ديال الكارطات، اختار هنا وحده نبداو بها سيدي. نبدا. تفضل. بسم الله. الحياة العائلية. الحياه العائليه. ملي كنتي صغير نبداو بالمدينه اللي تزاديتي فيها. المدينه اللي تزاديت فيها هي مدينه تاوريرت. كنت صغير لان باسكو الوالد ديالي كمعروف كاع لي ميليتير كانوا في الاول يعني في مدينه تاوريرت هرممو. زاديت في مدينه تاوريرت وصغير مشينا يعني رحنا لمدينه تازا وتما كبرت وترعرعت يعني كانت تسمى تازي. حيت في هذه الفتره هذه ما مستقرش في المغرب. وي فوالا في بلجيكا. فوقاش خويتي بالمغرب؟ في التسعينات تقريبا. شحال كان عندك في عمرك؟ بالضبط ما بقيتش عاقل اكزاكتومون. المهم في التسعينات اكزاكتومون بالضبط ما بقيتش عاقل. شحال بكم اخوت؟ احنا بينا 4 ديال الدراري وجوج بنات. 4 ديال الدراري وجوج بنات. وانت الصغير؟ انا هو الكبير. انت الكبير كاع. تبارك الله. سبورسا سميتي سي محمد، كتقسم على النص سيمو. فكيف قربنا اكثر؟ انت هو البكر ديال الدار، انت هو الكبير ديال الدار، فقربنا من كيف كنتي كتعامل مع خوتك، كيف كانت المعاشره ديالك انت وخوتك في وسط العائله في وسط الدار. راك عارف احنا في العائلات يعني المغربيه، العائلات المغربيه وداك الشيء الكبير هو اللي كيكون شويه عليه كي كنقولوا الدرك. اون بليس دو سا باسكو حنا راك عارف العائله ديالنا كي قلت لك انا هو الكبير وكاين 4 دراري وكاين 2 بنات صغار. حنا يعني كنت انا وموراي واحد خويا رشيد، كاينه الاخت هي الثالثه. يعني حنا في الاول بالنسبه يعني للشغل ديال الدار راك عارف حنا العائلات المغربيه كنا كنخدموا الشغل في الدار وشويه كانوا كيعولوا عليا. يعني انا هو الكبير كانوا كيعولوا عليا. العائله ديما ملي كتكون شي حاجه انت هو الكبير
ما كنتيش كتفرض السلطه على خوتك انا هو الكبير؟ سي نورمال وي، يعني الا كان شي واحد كيدير لي بساله ولا كانت شي مدابزه على برا ولا ديك الساعه ديك ما انا اللي كندخل وانا كندور فيهم ديما يعني. والعائله يعني حتى العائله ديالي كانوا كيثقوا فيا اكثر منهم باسكو انا هو الكبير الحياه العائليه ما عمرك جبتي شي صداع لداركم؟ ما عمر شي نهار شي واحد كان كيضرب خوك ولا شي حاجه بحال هكا؟ هي في الطفوله اي واحد انا كنظن كيمر من داك المرحله ديال مثلا كيدير شي بساله على برا ولا كيجيو يتشكاو به. حنا كنعرف ملي كتكون صغار ولاد لاسيتي ولاد الشعب، حنا كنعرف حنا مع عائله يعني شعبيه كنا كنخرجوا في الدرب، كتكون داك المدابزه كتجي شي مره كنعرف كان الدراري كنقول كنجي نصونو في شي دار ونهربوا كنلعبوا كره كتجي في شي دار، يعني كيبقاو بحال هاد المسائل هذه. ولكن كاي طفل اللي ما دوزش هادشي يعني ما كيكون عارف والو. نبقاو في الحياه العائليه ديالك ونمشيو الحياة الدراسية. فاحكي لنا على الحياة الدراسية وشنو التخصصات اللي درتي وشنو تبعتي الحياة الدراسية ديالي في مدينة تازة، يعني قريت في واحد المدرسة كيقولوا مدرسة المارشي اللي معروفة في تازة في السونتر ديال تازة. ومن بعد مشيت للمدرسة اللي سميتها في خير الدين، ومن بعد مشيت لعلي منبر. يعني المراحل بثلاثة: إعدادي الثانوي والابتدائي. ما عمرك جبتي صداع مع شي أستاذ شي أستاذة شي تلميذ ضربتيه في وسط القسم؟ لا انا متبعي في الصغر ديالي كنت كالم. وباش نشرح لك واحد القضيه، انا من الصغر ديالي يعني ملي مازال كنعقل كنت شويه باسل قبل 9 سنين، مازال كنعقل هذه دابا، مازال كنعقل واحد الايامات. شنو هي تعقل اكثر بساله درتيها قبل من 9 سنين؟ شنو هي اللي مازال قبل مازال كنعقل؟ واحد النهار يعني ما نعرف واش كنت في دوزيام يعني يلا دخلنا كنقولوا البروميير في الاول التحضيري الثاني، يعني دخلت مازال كنعقل 6 سنين 7 سنين 8 سنين مازال كنعقل. كنت جبت انا كنت شويه في ذاك الوقيته كنت شويه باسل راك عارف ومازال كنعقل. كنت جبت كنا جبنا واحد الفكرون صغير ودرناه بحال في القرصه ديال الوقت داك الوقت ديال السبع، وما نعرف وما كان مازال كنعقل. جبت لهم في القسم بحال هكا، كنا دراري صغار ويدخل الاستاذ وانا معري القميجه تما كليس الدق. مازال كنعقل هذيك هي اول في مرحله الاعدادي والثانوي. كنتي مرحله الصداع مع اساسي؟ لا والو، عرفتيش علاش؟ باسكو مازال كنعقل. قلت لك وصلت عندي 9 سنين كنت مشيت كانوا كيصيفطونا مع الوالد ديالي كميتر، كانوا كيصيفطونا المخيمات. مازال كنعقل واحد النهار مشيت للمخيم، مشينا للقصبه التادله، ومنين رجعت مبدل. علاش؟ باسكو كان عندي داك المونك ديال لا فامي وداك الشيء بحال ماشي كنقولوا رباوني مي ولات كنتفكر العائله ورجعت بحال شويه مبدل من الناحيه ديال البساله. وانا كي قلت لكم مع بديت الدومين ديالي ديال الموسيقى صغير، يعني في المرحله ديال الاعدادي وداك الشيء كانوا كيعرفوني كنغني وداك الشيء ديما كنبقى بداك الاخلاق وكنبقى فهاد القضيه بين الصوره يعني الفنيه بواحد بطبيعه الحال. شي صديق من الطفوله ديالك لحد الان مازال على اتصال به؟ ما كاين شي صديق؟ كان عندي واحد الصديق ديالي اللي كنوجه له التحيه من هنا اللي سميتو اليعقوبي احمد، حتى هو من مدينه تازه، وكنا بجوج بينا انا وياه ما كنتفارقوش. انا شويه بيض يعني كيقولوا لي زعر، هو اسمر كانوا كيقولوا لنا ستارسكيوتش. مازال كنعقل كنا بحال التوام يعني ما كيفاش كنقولوا حتى النقطه في المدرسه كتجيبوا نفس النقطه. علاش كناخذوا هكا يعني باقي دابا الكونتاكت. انا في بلجيكا هو في المانيا وديما انا وياه في الكونتاكت. هو تزوج ديما انا وياه في الكونتاكت، وباقي دابا الناس كيسولنا فين راه عند صاحبك. الله يدومها امين ان شاء الله. وما بالضبط كيفاش جات التنقل ديالك لبلجيكا؟ علاش زعما خويتي المغرب؟ شنو السبب؟ علاش خويت المغرب؟ هو كانت واحد البيريود اللي انا كنغني الراي، وراك عارف كنا كنشوفوا مثلا مزاك اخر كنشوف الشاب خالد، كنشوف مامي، كنشوف داك العالميه اللي وصل لها، وانا كنت كنحس براسي باني عندي واحد يعني في الدومين بالنسبه للراي عندي واحد القدرات. كتعرف داك المراهقه وداك كنقول لابد صافي القرايه ما بغيتش كاع نكمل، كنقول لابد خصني نمشي لاوروبا. ولا جات واحد الضرب ديال واحد الكونطرا، مشينا لتما وكملنا يعني الدومين ديالنا بروفيسيونيل في اوروبا. ولكن فين طلعت مازال كنعقل مشيت لألمانيا. ومن ألمانيا مازال كنعقل كانت عندي قبل ما ندير ديك الساعه يعني ندير الوراق ديالي وداكشي، جاتنا واحد الحفله في بروكسل. ملي جيت لها يعني تماك مغاربه
انت بحال راك في المغرب اي حاجه. واش داك لومبيونس، والمانيا ما فيهاش مغاربه بزاف، حتى ملي كتلقى المغاربه كتلقاهم مشتتين، وما عجبنيش حتى الجو في المانيا، شويه معصبين، ما كاينش داك الشعبيه، داك الشيء. استقريت بلجيكا. ف الشاب سيمو غادي ندوزو لفقره اخرى، اختيارك الكارطه الاولى ولا الثانيه، عندك الحق تختار اللي بغيتي. كيقولوا الفواسه الغراميات. الغراميات. فنمشيو مع الشاب سيمو الحياة الغرامية. الحياة الغرامية ديال الشاب سيمو ملي كان صغير، وغادي نتقربوا ليها أكثر. فالشاب سيمو ملي كنتي صغير، أول علاقة كيفاش وعلاش وفوقاش؟ لا ملي كنا صغار بزاف كنعقل كيكونوا داك كتعرف مع المراهقه داكشي، بس كنعقل واحد دابا والله العظيم دابا كنتفكرها. بس كنعقل كان عندي واحد الدري صافي، كنا غير كنخرجوا من المدرسه، كانت واحد البنت كتعجبني، وكنبقى تابعها تقريبا، ما نقولكش دابا راه حنا في فاس، ما نقول واش كنتبعها 5 كيلومتر ولا 6، كنبقى انا وداك صاحبي وتابعينها وهي دابا راه شايفاني، راه ماشيه حتى هي وكتشوف موراها شايفاني وكتابع بقوه الحشمه. ما كنقدرش كنا النهار الاول النهار الثاني كدوز السيمانه ديما دي واحد النهار كيقول لي داك صاحبي والو زعما بغيت نزعم، مازال كنعرف لها السميه ديالها. السميه ديالها ما بقيتش عاقل دابا السميه ديالها اكزاكتومون، مازال كنعقل. بقيت تابعها وهي راه حاسه بيا مورا واحد الوقيته كنجبدها من هنا، وانا نقول لها مثلا السميه شي سميه، قلت سميره، قلت لها وانا نقول لها اختي سميره شرفيني بسميتك. شوف والله العظيم قوه الحشومه دخت، كنقول لها اختي سميره مثلا عرفيني بسميتك. وما هضرتيش معها؟ لا هضرت معها، عارف ذاك الوقيته ديال الحشومه. بطبيعه الحال شي هاد الفتاه بالضبط في هاد الساعه هادي شي حاجه كنتي باغي تقولها لها في ذاك الوقت وما قدرتيش، ولا ما جبتهاش الصدفه انك تقولها لها، شنو تبغي تقول لها دابا مثلا؟ الهضره اللي بغيت نقول لها ذاك الوقت وما قلتيهاش، نقول لها راكي كتعجبيني مثلا، ويعني وبغيت نكون انا وياك كاصدقاء وداك الشيء، فوالا. ما الحشومه ما خلاتنيش. ما كنتوش علاقه بعضياتكم؟ لا ما كانش داك. علاش زعما؟ راك حنا داك الشيء غير في الصغر، يعني ما كتعرفش كيفاش تتعامل حتى هي صغيره وداك الشيء، فوالا. هي اللي كانت فيها مواصفات فتاة احلام الشاب سيمو في ذاك الوقيته. ملي كتكون صغير ما كتكون انا البنت كتكون في المدرسه كتشوفها زوينه كتعجبني، يعني ما في ذاك الوقيته ما كنفكروش كي دايره ولا عقال ولا اش غادي تتزوج ولا واش، فهمتيني؟ يعني واحد كيكون واحد الاعجاب بنادم كتبغي تعرف عليه، كتبغي تربط، يعني صافي بليزير تلقى انت وياها وتقول انت وياها، فوالا. كنتي كتغير على البنات في الصغر؟ باش نقول لك والله ما بقيت عاقل على العلاقات. راك عارف احنا اللي كنشغلنا كثير هو الموسيقى، ولحد الان يعني حتى داك الدماغ ديال البنات وداك الصراحه. لا شوف هادي وي والله العظيم كنت مازال كنعقل الايامات ديال الراي، ديال الايامات ديال النصر وحسني، مازال كنعقل كنا كنخرجوا من المدرسه وقسما بالله كنغنيو وكيبداو يبكيو معنا. انا اعوذ بالله من قوه، انا معروف كنغني اغاني سونتيمونطال عاد والله العظيم. كنجلسوا كنوقفوا هكا ملي كنخرجوا من بقاو جالسين مثلا، كان حدانا داك علي بن بري وحده واحد التيران ديال التنس حدا الباب ديالو، كنبقى نغني لهم كيبداو يبكيو، كنعرفوني مازال كنعقل حتى في لاكلاس ملي كنت كنغني. واحد النهار وهي تقول لي واحد الاستاذه دابا انا في التالي ديال لاكلاس زعما راني كنغني وداك الشيء، تقول لي وهذاك الراي ديالك خليه عندك. فهمتيني؟ يعني ديما كنت كنغني لهم وصافي بليزير. هاد السن اللي انت دابا فيه هاد الفتره هادي كاينه شي وحده في حياه الشاب سيمو؟ لا بوغ لو مومون الوحيده اللي كاينه في الحياه ديالي هي الام ديالي والبنيته ديالي. الله يخليك البنيته الله يخليهم لك. والوالده ماشي كاع علينا. الوالده تحيه. دوزو هاد الباب هادي بقات لك كارطه وحده قبل ما ندوزو للاخيره، فنشوف شنو فيها الشاب سيمو الحياه الفنيه. تشوفوا معايا. فوقاش بديتي ميدان الغناء بالضبط؟ شحال كان فاضل؟ غادي نبداو يعني وديبي مازال كنعقل. انا اللي كانت كتقول لي الوالده ديالي، حيت حنا عندنا
عندنا داك الشيء بحال كنقولوا حنا بالهضره ديالنا كنقولوا في الدم. انا حتى جدي هو ما كانش بروفيسيونيل داكشي، ولكن كيدير داك الوتر داك الجويه ديال عائله فنيه تبارك الله. واو والوالد ديالي داكشي. فانت تربيتي على فوالا. واحد في واحد الجو اللي هو موسيقى. كتعاود لي الوالده ديالي من الصغر ديالي مازال كنعقل قالت لي واحد النهار كنا في تاوريت وكانوا داك صحاب العرفه حنا كنقولوا داك التبوريده وداكشي. كانت عندي ما واش كانت عندي 3 سنين ما بقيتش عاقل. يلاه عاد قالت لي واحد لقيتها كندور كتغوت كتقلب عليا وانا تلقاني في وسط داك العرفه حتى انا جالس كنشطح معاهم. وبالنسبه فوقاش مازال كنعقل راسي كنغني منين دخلت للمدرسه يعني بالتحضيري وداك الشيء. كانت كتعطينا المعلمه الاناشيد وبعد كانت سمعت عندي شي نظره ومازال عاقل. كانت ديما في داك 5 دقائق ولا 10 دقائق توالي كتقول لي نوض غني شي حاجه. واول اغنيه اللي مازال كنعقل عليها غنيتها هي ديال الفنانه الكبيره فيروز بنت الشلبيه. غادي نطلب منك انك تعطينا مقطع الجمهور بقيت عاقل على الكلام. كيشاهدنا. بنت الشلبيه عيونها لوزيه حبك من قلبي يا قلبي وانت عينيا. حبك من قلبي يا قلبي وانت عينيا. تحت الرمال حبي حكالي تحت الرمال. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. فكان هذا هو هذه اول اغنيه اللي كنعقل كنت كنغنيها له. فوالا اول اغنيه اللي غادي نغني ديال الراي هي ما عنديش حاجه في الناس. فاش دخلتي للميدان الاحتراف شحال كان فاهم؟ الاحتراف فاش غادي ندخل له حتى مشيت لاوروبا كنت كنغني هنا يعني كي قلت لك قبل كنت غنيت في يعني طبت في الاعراس يعني كاع المناطق هذو اللي كتشوف دايرين فاس فرو تازا يعني حتى لي فيلاج صغار غنيت. مازال كنعقل غنيت بالمناطق اللي ما فيهمش الضوء كانوا كيجيبوا داك الموتورات ديال الضوء. وقعت لك في شي عرس؟ مازال كنعقل. واحد النهار كانوا عيطوا لنا لواحد الفيلاج اللي سميتو عزابه. جو واش تعرفوا حدا صفرو. وداك الفيلاج هذاك ديما كي معروف كيجيو فاكانس من فرنسا وداك الشيء. اللي ما تفاش يلاه بدا الراي وانا قلت لك انا جروب كبير وانا هو الصغير في وسطهم. ويعني طرات لي حتى قصه باش كيفاش غادي نغني في ذاك البلايص من بعد نقدر نعاودها لك. وداك الفيلاج في الصيف راك عارف كل ليله عندهم حفله. وحنا كان عندنا الدري اللي كان معنا في الجروب هو من صفرو العائله ديالو معزبه معروف في داك الجهه عزابه يعني اي حفله كيشدها هو. ومازال كنعقل واحد النهار شدينا واحد الحفله تما حفله كبيره ودايرينها على برا وجبنا داك ما عندهمش داك القسم ما عندهمش الضو جابوا داك الموتور وحنا ملصقينها مازال كنعقل المونطار وداك الشيء ملصقينها واحد القيته تطفى الضو بغاو يجبدوا هي تحرق لا صونو كيطلع داك الدخان شات لا صونو والله العظيم. شنو اللي كديروا وداك الوقيته في الصفر عينا ما نقلبوا في الصفر في صاف كلشي الماتيريال خارج. قلبنا حتى داك المحاقن واحد الوقيته كيديروا داك المحاقن بحال كنشوفوا في السوق داك المحاقن كلشي خارج مع السبت كلشي. وتشوف الدراري كلشي فيه الخلعه ومع داك الناس ديال المنطقه شويه كنقولوا احنا شويه صعاب. الدراري بداو كيتسلتوا بالواحد بقينا في التالي انا الكومانجي والبنادري قال لك غتخدموا الناحيين يعني لا وقاعدين نديروا قسما بالله الا بدينا كنتسلتوا بواحد بالواحد طلعنا في واحد بحال الجهه فيها الشجر بحال الغابه وخرجنا في الطريق ديال الطوموبيلات. جات واحد اوتو ستوب هما اللي رجعونا للصفر. كاينه هذه وكاينه واحد الطريقه مازال كنعقل. واحد النهار خدمنا في هرممو وهرممو كاينه مازال كنعقل بداوها بالعشيه يعني قبل ما يظلم الحال داكشي. كاينه الدار بحال هكذا الدار وكاينه الباب واحد الوقيته حنا خدامين حدا الباب حدا ويجي هو المسؤول واحد الحنش قداش عرفتي كلشي والناس كيتفرجوا لنا وكلشي كيهرب كيغوت. انا واحد الوقيته جيت وطلعت فوق الكرسي ما انا صغير وانا طلعت فوق الكرسي جا واحد الدري هز هذاك عندنا واحد الصندوقه ديال الخشب فيها الماتيريال هزوا بدا كيضربوا للراس باش يموت يعني وقعوا لنا. فكنتي قلتي كتغني بديتي بالاعراس بديت بالاعراس فوقاش انطلقتي؟ شوف كاع المغني باش نزيد طبيعه الحال الفنان اللي ما يديرش بالاعراس وما يدير حتى الملاهي اللي كيقول لك هذا يعني راه انا ما كتكونش واحد الاكسبيريونس. من بعد الحفلات والاعراس من بعد الحفلات والاعراس تماك في التسعينات هاجرت لاوروبا. من هاجرت لاوروبا اشتغلت في حفلات والاعراس مع انا مع ساكن في مدينه لييج تقريبا. هولندا عندنا 10 دقائق 4 ساعات
المانيا 20 دقيقه. كنا كاع شادين داك المناطق، يعني كنخدموا في هولندا اعراس، في بلجيكا، في الالمان، باغتو يعني اعراس. وكيفاش غادي كي قلتي السؤال اللي قلتي لي كيفاش بديت بروفيسيونيل، هو عندنا واحد المنتج اللي معروف هو ديجا فاسي، اللي عنده الشركه ديالو حتى هو في بلجيكا في بروكسل اللي معروف، راه غني التعريف حتى هنا في فاس، لا داعي باش نذكروا الاسم ديالو. وعنده الاستوديو اللي كان معاه خدام جلال الحمداوي، الاستاذ جلال الحمداوي. الاستوديو من بعد درت اغاني، مشينا سجلناهم يعني وزعوهم باغتو في فرنسا، خداهم دي جي كبار داكشي. من تماك بدينا يعني كي كنقولوا دخلنا في العالم ديال الاحترافيه. فوالا. شاب سيمو، عمرك اشتغلتي شي عمل ندمتي عليه ما رضيتيش عليه من بعد ما نزل السوق وسمعوه الناس قلتي كون ما نسلتش هذا؟ لا الصراحه عمرها وقعت لي، باسكو الاعمال اللي كندير الحمد لله كتكون قبل فيهم واحد الدراسه، حيت كنتعامل انا ديما الاعمال ديالي بطبيعتي كانت كتعجبني البيرفيكسيون في الخدمه. يعني ما كندير الحاجه مثلا غادي ندير كليب، خصني توفروا لي داك الشيء، داك مثلا الفلوس ولا نوفر كل شيء باش ندير كليب. اي حاجه كنبغي نديرها كتعجبني في هذاك لا بيرفيكسيون. وما عمري ما كنظنش درت شي اغنيه اللي ما، لان الاغنيه اللي درتها وما كانتش عجباني ما نديرهاش من الاول، ولا ما الا سمعت شي حاجه ما عجبتنيش مثلا الميكساج ولا خصني نرجع نصوبو حتى يخرج. يعني الاغاني ديالي بحال دي بيبي ديالي، بحال ولادي صغار، يعني ما كنظنش شي حاجه ما عجبانيش. ما كتفكرش تقوم بتمثيل شي دور تدخل لعالم التمثيل؟ يا صافي بليزير، راك عارف كي كنديروا كليبات، حتى في كليبات راه كدير واحد الادوار صغيره هذاك صافي بليزير، يعني تكون واحد التجربه. ويعني كانوا عندي كيفاش كنقولوا عندي اصدقاء ديالي منتجين ومخرجين اللي كانوا يتكلموا معايا في هذا، ان شاء الله يكون خير. شنو الدور اللي مثلا يرفض الشاب السيمو؟ الدور اللي نرفضو اللي ما يجيش مع، باسكو اللي ما يجيش مع اول شي حاجه بعد شي دور اللي يقلب الحياه وداك الشيء. انا في الاغاني ديالي كنحاول ديما الاغنيه ديالي تدخل كاع الديور، يعني ديما كتكون فيهم كلمه نقيه وكنتعامل مع كتاب. بالنسبه للتمثيل خصني ندير شي دور اللي يكون انا مقتنع فيه واللي انا فهمتيني. انا بحال مثلا ما يجيش عليا شي دور ديال شي واحد مثلا كيهضر بالعربيه مثلا ولا فهمتيني، يعني شي دور اللي يجي معايا. لا المهم شي دور اللي يجي معايا. شاب سيمو، منين تطلق عليك لقب ملك الاحساس؟ شنو كان الاحساس ديالك في ذاك اللحظه؟ يعني هذا اللقب هذا هو لقب كبير، انا ما كنبغيش زعما يديروا لي فهمتيني. يعني كتلقاني ثاني دخلت في الصفحه ديالي في فيسبوك ما كنكتبوش، لقب كبير وصافي بليزير. يعني داك يعني الجمهور واللي فان ديالي يعني عطاوني واحد القيمه كبيره فهمتيني، صافي بليزير. تستحقها وبقات لنا الكارطه الرابعه، فيمكن لك نقلبوا الكارطه الاخيره. ما كنتيش باغي يمكن لها تبقى كما هي وننهيو الحلقه ديالنا، فشنو تختار؟ نقلبوها ما نقلبوهاش؟ ولكن الا قلبناها وما بغيتش انا ندير شي حاجه ما نديرش. الا قلبنا خصني اوبليجي تشوف شنو فيها، تحمل شنو فيها. لا زعما بلاش زعما بلاش. اخر قرار اخر ثمن. ما بغاش يقلب الكارطه الاخيره. شاب سيمو، شكرا بزاف الله يبارك فيك. الحضور ديالك، حنا فرحانين بزاف انك نورتينا وشرفتينا وقبلتي دعوه البرنامج وقبلتي انك تكون حاضر معنا. فقبل ما نختموا البرنامج غادي نطلب منك انك تعطي نصيحه للاطفال والشباب كذلك اللي باغيين يلتحقوا بميدان الغناء. شنو تبغي تنصحهم قبل ما ننهيو البرنامج؟ لك الكلمه. اولا كنشكركم على الاستضافه وصافي بليزير نحضر معكم. وبالنسبه للشباب اللي باغيين يعني يبداو في الدومين الفني، المهم يديروا داكشي اللي باغيين هما، وكيبقى الكمال على الله. ويعني هما يتيقوش بعدا، راك عارف انا في الدومين ديالنا الا كانوا بنات يديروا اتونسيون، باسكو راه عارف الدومين يعني لا في الدومين ديال التمثيل لا في الدومين ديال الغناء وداكشي، في كاع الدومين الفني شويه صعيب. وبالنسبه يعني الدراري وداكشي، المهم انا كنقول لهم يديروا داكشي اللي بغاو من قلبهم، كيبقى الكمال على الله. داكشي اللي كاين. ونولي نشكرك بزاف، ولكن قبل ما نختموا مع المشاهدين نتمنى تعطينا مقطع غنائي للجمهور كيشاهدنا الان.
مانا 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 مان مانا مان يا ليلي ليلي يا ليل. تبارك الله عليكم. الشاب سيمو شكرا الله بزاف، يحفظك. نورتينا تحياتي. اليوم، شكرا صافي بزاف. بليزير. مشاهدينا الكرام، كانت هذه الحلقه ديالنا مع الفنان ديالنا اللي نورنا الشاب سيمو. فشكرا ليه، شكرا لكم نتوما على المتابعه ديالكم لينا. غادي نضربوا لكم لقاء في حلقه اخرى من برنامجكم اللي كنت صغير مع ضيف اخر. تهلاو لي في راسكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.